يلا بينا بقى نودع الفلافل قبل رمضان. معاكم احمد الشريف، والنهارده هنجرب فلافلايه. المكان موجود في بحري على الكورنيش جنب جيلاتي عزه، والمنيو بتاعه عباره عن فطار شعبي زي الفول والفلافل اللي على اسم المحل طبعا، وكمان عنده طاسات وسندوتشات تانية كتير. بس انا بصراحه رايح عشان اعيش تجربه الفطار المصري العادي البسيط على البحر، وكمان عشان اجرب الفلافل اللي هتغيب عننا فتره كده قريب. طلبت من عنده حاجات كتير، ويلا بينا نبدا باول حاجه وهي فلافلايه ميكس، ودي عباره عن فلافلايه محشيه جبنه كيري وبسطرمه. طعمها كان حلو قوي، سخنه وجميله جدا وبالشربه زيت كتير، والجبنه اللي جواها دي كانت كيري بجد يا جماعه. وكمان نوع البسطرمه اللي مستخدمينه حلو جدا وعجبتني قوي. في نوع جربته هي فلافلايه عين الكتكوت، ودي اللي ما يعرفش هي عباره عن بيضه مسلوقه كده جوه الفلافلايه. طعمها برده كان حلو جدا وهتعجبك قوي لو بتحب البيض المسلوق. كمان جربت من عنده فلافل الصغيره العاديه، واللي بالنسبه لي انا دي مفضله بحجمها ده، كانت حلوه قوي فيها القرمشه اللي انا بحبها، جميله جدا. نخش على الفول بقى. اول حاجه طلبتها هو طبق فول قدره، شكله الحقيقه ما كانش عاطفي قوي. المهم طعمه فعلا كان مش احسن حاجه، كان من غير ملح تقريبا، بس لما حطيت له شويه ملح وعصرت عليه شويه ليمون بقى احسن بكتير. تاني حاجه بقى هو طبق فول بالصدق. طعمه بقى هنا كان حلو قوي، الصلصه او التتبيله اللي معمول بيها الصدق مع الفول كانت جميله جدا. كميه صدق يعني مش قليله ومش كتيره كفايه، بس عجبتني قوي بصراحه. جربت بعد كده البطاطس، بس كانت اقل من المتوسط، ما عجبتنيش خالص بصراحه، وقفلتني خالص قوي بقى لما جربتها بالطحينه. بجد الطحينه كانت صعبه جدا. على عكس بقى البابا غنوق كان حلو قوي، طعمه كان فعلا قوي كده، قوامه كان جميل جدا، كان مظبوط قوي. نجرب بقى طاسه البيض بالبسطرمه، ودي كانت معموله اومليت كده، مش مقلي زي اللي بيكون في معظم المحلات. طعمها كان حلو، كميه البسطرمه كانت حلوه مش قليله يعني، عجبتني. بس لو انت من محبين طعم السمنه في البيض فده مش هيعجبك قوي بصراحه. ما قدرتش اقاوم وطلبت سندوتش كبده كده صغير اشوف بيقول ايه. طعمه كان مش وحش، حلو، بس في حدود انه محل مش متخصص في الكبده، يعني ممكن تجيبها زي كده جنب الاكل اللي نفسك فيها، لكن تروح عشانها مخصوص لا. اجمالي كده تقييم من المحل انه فعلا بيعمل شغل حلو قوي في الفلافل، دي اكتر حاجه عجبتني هناك، وممكن اروح عشانها تاني مره واتنين. بس كده ما تنسوش بقى اللايك، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.